ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. يوم السبت يوم اجازه، حتى هم من الخيبه يقول لك ان الله خلق السماوات والارض 6 ايام واستراح في اليوم السابع. في يوم السبت سوء ادب مع الله. المهم يوم السبت ده فتنه كبيره. بنو اسرائيل يحبون المال حبا جما. صحيح. ده رهيب. ويشعرون ان كل الذهب اللي في العالم هذا ذهبهم، وان الاموال اللي في العالم اموالهم. هم لا يشعرون باي احد الا انفسهم فقط. ولذلك هو اليهودي مع اليهودي لا ياخذ لا رشوه ولا يسرق ولا ياخذ ماله غصبا، لكن يجوز له في التوراه المحرفه ان يسرق محمد خالد وان يخونه وان ياخذ منه الرشوه، لان مال الامميين حلال عليهم. هذا في عقيدتهم. هذا في عقيدتهم الكاذبه التي يعني صنعوها من ذات انفسهم. فجيهم السبت ده المهم فيه فتنه. الحيتان ربنا قال لهم لا تعملوا يوم السبت. نعم. الحيتان تاتي في يوم سبتهم، تاتيهم حيتانهم شرعا كثير. تطلع الحيتان تتشمس على الايه؟ على الشط، ومنهيين عن كده، عن صيد الحيتان في هذا اليوم. وفي الايام غير السبت بقيت 6 ايام لا تاتي. سبحان الله. اليوم اللي يثبتون فيه الحيتان ده سبحان الله 6 ايام عنه. يوم السبت من الصباح الحيتان، لكنهم بنو اسرائيل نصبوا الشباك والشراك يوم الجمعه بالليل ويرجعوا يناموا في بيوتهم. احنا الرب، احنا نطيع الرب، نحن نطيع الرب. طيب تطلع الحيتان مخدوعه يوم السبت تقع في الايه؟ الشباك. يجي يوم الاحد يقول واحنا عملنا يوم السبت، احنا اشتغلنا يوم السبت، احنا ناس مطيعين لله سبحانه وتعالى. تحايل على اوامر السماء. شوف الفلسطيني المجرم يضرب المرأة المسكينة والرجل المسكين، شاب اسرائيلي في الجامعة يقتله. معقول ولا لا؟ طب وانت لو فزت بيه انت عامل ايه؟ الله، مش انت مغتصب ارضه؟ لا احنا مساكين، احنا عايزين السلام. سبحان الله العظيم. هذه حيلتهم من قديم الزمان. صح. يحتالون دائما على الامر. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اللي عملوا كده صبح اهلهم وجدوهم عبارة عن قردة ولكنهم لم يتناسلوا. هل مجموعة محددة منهم؟ يعني قررنا مجموعة معينة منهم. ليس كل لا لكن طائفة منهم. سبحان الله العظيم. إذا مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب قوم أعلاها وبعضهم أسفلها فقال الذين في أسفلها لو أننا نخرق في نصيبنا خرقا فلنؤذي من فوقنا فلو تركوهم هلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها. فقد تودع منها. خلاص سبحان الله العظيم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عليه قال ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا. يعني ما تلاقي منحرف بالقوة. ولذلك إن الله يظهر بالسلطان ما لا يظهر بالقرآن. تعالى في إيه؟ أنت راشي، أنت مرتشي، تعال نرفع يده امره للحاكم. لابد ان يكون الحاكم صارما رادعا. بالضبط كده. هذه مقدمه المعصيه. اظن المعاصي يعني بس المعصيه هم انقلبوا قردة. بعضهم تناسلوا. لا يعني السلال لا ماتوا وانتهت. بس تخيل ان ذريات منهم وارد عندنا مساله احفاد القرده. احفاد القرده بالضبط كده. ولذلك يعني قد يكون واحد منهم عمه قرد. ولا ايه؟ طبعا يعني اخ لم يمسخ قرده، اخوه مسخ قرده وظل قردا الى ان مات. صحيح. ابناء الاخ الثاني ايه؟ من عمه قرد. صحيح. لا هم احسبهم وانسبهم قرود. خلاص. كونوا قردة خاسئين والعياذ بالله. يعني ضائعين تائهين في اخساء يعني ملعونين مطرودين يعني بهذا المنطق كله. سبحان الله. لما قردة تحديدا؟ القردة القرد يحاكي، ليس له شخصية متميزة، فهم عاشوا مضطهدين عند فرعون سنوات طويلة، فلما تنسموا نسيم الحرية لم يتحملوها فصاروا مقلدين لآبائهم وأجدادهم الذين عاشوا تحت رفقة فرعون. وحتى النبي الشكاية يقول ايه؟ يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ومن بعد ما جئتنا برضه احنا مأذيين أرضه. طب يا أخي نقول ربنا أكرمنا بيك، ربنا أرسلك لينا، ما شاء الله سبحانه.